السلام عليكم، أخباركم عاملين إيه؟ وحشتوني. حد قال لي في أطفال بتنزل دموع وفي أطفال لا، هل فعلا الكلام ده صحيح؟ الحقيقة إن البيبي الذي لسه مولود ممكن ما يعرفش يدمع خالص، أو حتى الدموع بتنزل شوية بس. في أغلب الأحيان الدموع بتظهر متأخر، يعني بعد شهرين أو 4 من الولادة. ولكن في حاجة غريبة ممكن الطفل ما ينزلش دموع، وهذا موجود غالبا في مرض وراثي نادر بيظهر أكثر عند اليهود اسمه متلازمة رايلي دي، وبيكون مع المتلازمة بقع على الجلد وفرط العرق. لاحظت أن الطفل لا يدمع أو أن الدموع قليلة جدا في الأسابيع الأولى، فمن الطبيعي تماما. لا داعي للقلق، فمعظم الأطفال يبدأون في إفراز الدموع بشكل طبيعي بين الشهرين والرابع. ومن الأفضل استشارة الطبيب. يا ريت تدعمونا باللايك والسبسكرايب. سلام.